الفيلم بيبتدي في صحراء الشرق الأوسط، مجموعة مهربين بيحاولوا يصطادوا عنكبوت صحراوي سموه ناد اللي له قدرة على السم وإن هو اتكسر بسرعة مش طبيعية. العناكب دي بتعيش في ظروف حارة وقاسية، والمهربين بيستخدموا طرق غير قانونية عشان ينقلوها ويبيعوها في السوق السوداء. واحد من الرجالة اللي معاهم بيتعض وبيقع على الأرض وبيتلوى جامد من شدة السم اللي دخل جسمه، والموضوع بيوصل إن واحد من الرجالة التانيين اللي معاهم بيضربه عشان يقتله عشان يخلصوا من اللي هو فيه. بعدها بنتنقل لباريس. شاب اسمه كيليب بيشتري العنكبوت اللي جابه المهرب من محل بيع حيوانات نادرة. كيليب شخص هادي شوية، بيحب يربي حيوانات غريبة كنوع من الهروب من الواقع أو الهواية. في نفس الوقت بنشوف علاقته بأخته مانون، علاقتهم متوترة بسبب وفاة الأم، وخصوصا إن في ورث لسه متقسمش ما بينهم بعد وفاة الأم، ولسه مش عارفين هيعملوا إيه. وكيليب عنده حساسية جامدة من الموضوع ده، وبيخلي علاقته بأخته وحشة جدا، مش عارف يتعامل معاها عادي. كمان بنتعرف على سكان متنوعين في شوارع باريس اللي بيعيش فيها ناس من جنسيات مختلفة كتير، وبيبقى دايما في بينهم توترات اجتماعية بسبب اختلاف الأعراق والثقافات. بعدها بنرجع لبيت كيليب تاني. كيليب كان حاطط العنكبوت في صندوق إزاز وسايبه، بس العنكبوت بيقدر يفلت من البيت الإزاز اللي كان محطوط فيه. العنكبوت بيبدأ يتكسر بسرعة في بيت كيليب. بعدين بنشوف أول علامات تنقل العناكب الصغيرة بره الصندوق. كيليب نفسه بيبدأ يحس إن هو في خطر، لكن مش قادر يتخيل حجم المشكلة. بيبدأ يتعامل مع الموضوع بهدوء، لكن العناكب ابتدت تظهر في أماكن تانية في المبنى، والقلق بيبتدي يزيد بين السكان. وكيليب بيحاول يحذر جيرانه، لكن الناس اللي معاه في المبنى ما كانوش واخدينه جد ومش عايزين يصدقوه. لكن العناكب ابتدت تكبر بطريقة مش طبيعية وتظهر في أماكن تانية في المبنى، لكن الناس ما حسيتش بالخطر الحقيقي إلا لما شافوا العناكب ابتدت تهاجم الناس وتهاجم كل حاجة قدامها، وبيشوفوا علامات الخطر وبيبتدوا يحاولوا يحافظوا على نفسهم بأي طريقة ممكنة. لكن في نفس الوقت الخوف بيعمل بينهم توتر جامد، خصوصا مع وجود اختلافات في الثقافات ما بينهم. في حوارات بتظهر الاختلافات دي، وفي أفراد تانيين بيحاولوا يستغلوا الموضوع لصالحهم أو لمكاسبهم هما، والشرطة بيوصل لها الموضوع ده وبيبتدوا يخططوا عشان يعرفوا هيعملوا ايه في القصة دي. الحكومة بتقرر تقفل المبنى كله وتحط قوات أمن حوالين المبنى عشان تمنع العناكب من الانتشار. وكيليب وأصحابه بيبتدوا يدوروا على حل بسيط عشان يحلوا المشكلة دي. يستخدموا النار والضوء عشان يحاولوا يبعدوا العناكب أو يقللوا الانتشار بتاعها. وبيبتدي يحصل زحمة بين الناس من التوتر والخوف في الشارع، والأزمة حجمها كل شوية بيزيد. تظهر آثار عضات العناكب على الناس، وواحد من أصحاب كيليب بيتعض وبيمرض بسرعة، وده بيخلي كل الناس اللي ساكنين في المبنى يحسوا بالخطر فعلا، ويبقوا خايفين العناكب دي ممكن تعمل ايه. وأخيرا بيحاولوا يساعدوا بعض ويدوروا على علاج أو حل المشكلة دي، بس مفيش حلول واضحة لحد دلوقتي. الموضوع مبقاش بس إن هو عنكبوت خايفين منه وخلاص، الموضوع بيتحول لحكاية نجاة فعلا، والعناكب ابتدت تكبر أكتر وتنتشر أكتر من الأول. والموضوع وصل لدرجة إن السكان نفسهم ما بقوش حتى قادرين يتحركوا جوه المبنى. كل ما الضغط والخوف بيزيد عليهم بيتخانقوا مع بعض أكتر، والمشاكل بتزيد ما بينهم أكتر، والوضع بيبقى خارج السيطرة خالص. وفي ناس حتى بتوصل بإن هي خلاص ما بتبقاش قادرة تتحكم في نفسها، وبتصرفوا تصرفات أنانية ومفكروش في حد غير في نفسهم. ده بتوصل إن السكان بيبتدوا يغلطوا في بعض، وبيحصل شد جامد ما بينهم، وبيبقوا عنصريين جامد. وصاحب كيليب اللي اتعض ابتدى يمرض أسرع من الأول، وهو بيقرر يضحي بنفسه عشان يساعد الباقيين، عشان يهربوا وينجوا بنفسهم. والناس بتشوف التضحية دي أمل للباقيين. في نفس الوقت كيليب بيبدأ يفكر إيه أحسن خطة ممكن يحطوها عشان يخرجوا من المشكلة دي، والمجموعة بتعمل خطة فعلا وبيبتدوا ينفذوها عشان يهربوا. إن هم يتجنبوا العناكب بأي طريقة ممكنة وواجهوها لو الموضوع حكم بكده. وبتقابلهم مشاكل كتير أوي خلال المشي جوه المبنى، والناس بيبدأوا يبنوا تحالفات مؤقتة ويحاولوا يشتغلوا مع بعض وبينسوا المشاكل القديمة. وكيليب واخته مانون واصحابهم بينجحوا في ان هم يهربوا. المشكلة ان هم بعد ما هربوا ونجحوا ان هم يهربوا ويعملوا كل ده، كيليب لسه معاه العنكبوت الصغير في ايديه، وده بيفتح باب لان المشكلة لسه ما خلصتش، والفيلم بيسيب وراه مشاعر امل وفي نفس الوقت قلق من اللي جاي.